دعوني أقرأ معكم هذه الفقرة اللي أنا تهمني كثير. مذكرات هذه نقرأها دائما. نقرأ معكم هذه الفقرة اللي تأكد ما أقوله. كان من الممكن أن تخصص عهدة الرئيس بن جديد الأولى للتباحث ومناقشة الحصيلة الاقتصادية للعقد الذي انقضى، لاستخلاص الدروس المفيدة وإعادة توجيه محاور العمل بما يخدم مصالح البلد. وكان ارتفاع سعر البترول يمثل فرصة ذهبية لمراجعة محركات النمو والتسريع من وتيرتها، لكن هذا لم يتم. أو يتكلم عن العهدة الأولى للشاذلي بن جديد، ويتكلم على الفرص التي كانت متاحة أمام الشاذلي بن جديد الله يرحمه ولم تتم، وهو ما يحدث الآن مع الرئيس تبون. نضيف بدلا من أن يحيط نفسه بكفاءات حقيقية تستطيع مساعدته بفعالية في مهمته، كلام الشاذلي وهو ما نقوله على تبون، بدل أن يحيط نفسه بكفاءات وكذا وكذا وكذا. للأسف الوفد اللي عماه فتح الشاذلي الأبواب على مصراعيها للرداءة واللامسؤولية، فوضع في أعلى المناصب في الدولة أشخاص موالين له دون اعتبار لمهاراتهم في التسيير. وهذا ما نقوله الآن على تبون. اللي يرفد له بارابلوي يعينه، اللي يفتح له الباب تاع الطوموبيل يعينه، اللي يسربي له التاي يعينه، اللي قالوا صباح الخير يعينه. هذا هو ما يحدث الآن. ما حدث مع الشاذلي ما هو ما يحدث مع تبون الآن. نكملكم. وتحت سطوة القرابة المتعجرفة والفاسدة تحولت الرئاسة إلى ما يشبه بلاط الملوك ثم إلى سرايا، وأصبحت القرارات التي ترهن مصير البلد تتخذ في دوائر ضيقة وفقا لمصالح الجماعة بدلا من مصلحة البلد. نفس الشيء، لم يتغير شيء. سبب سقوط منظومة حكم بوتفليقة هي هذا الكلام. عوض أنه يحط كفاءات، عوض أنه يشوف مصلحة البلاد، جايب لي خوه وجايب لي الحاشية وجايب لي كذا كذا ويلعب بمصير البلاد. هاو دخل في حياته هو وخوه والدنيا كل وضيع البلاد. الشاذلي بن جديد نفس الشيء. عوض أنه يجيب كفاءات كان يجيب حبابه وصحابه ونسيب مش عارف أنا فلان وصاحب ابنه وصاحب بنته وصاحب خالته وصاحب عمته ودخل البلاد في حياته. الآن نفس الشيء.